الله اوقاتكم كل خير، الله يحييكم. شلونكم؟ طيبين ان شاء الله تبارك الله. مع دخول السهيل ابشروا بالهلاليه، بدل خراف من الهلاليه. شوفوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا الهلالي العراقي من اطيب، ما باطيب انواع النخيل، من اطيب انواع النخل، ولكن فيه اطيب منه. فيه الصقعي وفيه الرشوديه وفيه نبته علي. فاحرص دائما يكون عندك في المزرعه دائما من نخل خرافه، البرحي والصقعي والهلاليه ونبته علي. ما شاء الله تبارك الله. النخل تقريبا باقي له شهر من الان، شهر. طبعا كل هذا ينقى. شفتوا هذا اللي ماكلته الطيور، هذا كله ينقى بعد ما يجمع الكراتين، ينقى هذا ويعطى الحلال، ويؤخذ التمر الطيب. اول حبه الكبيره تؤخذ وتجمع، تنحط في الكراتين، وبعدها تروح للمصنع عشان تكبس. بس الهلالي ابد، بدع اللي عنده هلاليه يمر عليها. الهلاليه طبعا من اخر انواع النخل اللي تاخذ منها ثمر او تاخذ منها مناصيف. تدخل عليك المربعانيه، يدخل عليك الشتاء، وباقي الهلاليه مستمره بالعطاء مثل ما تشوفون. ونصور لكم ان شاء الله في المربعانيه ونوريكم الهلاليه. يعني تشوفون هذه واحده من الهلاليه اللي عندي، توها الحين تبدا مناصيف وتبدا بالعطاء من ثمر ومن مناصيف. طبعا ولا النخاله كلها خير، اللي يطيح منها ولا شيء يطيح بالارض ولا جريدها، كلش من النخاله فايده، يعني ما فيها شيء ما هو مفيد. الله يوفقنا وإياكم.